هنعمل مع بعض النهاردة الرز المعمر باللحمة وصينية البطاطس في الفرن. طبعا الأكلة دي شهية جدا وكلنا نعتبر بنحبها قوي. لو الفيديو عجبك لايك وشير الفيديو والاشتراك الجميل في القناة. أول حاجة هنعمل اللحمة، هنبدأ ان احنا نجيب حلة ونحط فيها معلقة سمنة ان هي تسخن قوي، وبعد كده ننزل باللحمة عشان تتشوح. وبعد ما تتشوح وتنزل ميتها كلها نبدأ ننزل بالبصل والطماطم والبهارات. البهارات عبارة عن لورا وحبهان ومستكة ونص معلقة من كل حاجة. فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا، وطبعا الملح مش دلوقتي، لما تقرب على السوا. وبعد كده هننزل بالمية السخنة المغلية، وبعد كده نسيبها بقى لحد اما تستوي براحتها. كده هي قربت معانا للسوا، هبدأ بقى ان انا احط الملح. وطبعا الملح ده بيبقى اختياري على حسب ما انتي عايزة. انا ضفت الملح وسبتها تغلي كده غلوتين، وبعد كده استنيتها لما تستوي وطفيت عليها. وهنا بقى خلاص كده استوت، انا بوريكوا شكلها ما شاء الله، ومفيش اي ريم على فكرة عليها، ما شاء الله لحمة جميلة جدا. وطبعا الريم ده ما اتعملش ليه، لان انا سبتها لما نزلت كل المية اللي فيها وحطيت البهارات بعد كده وانا بضيف المية السخنة. لو كنت حطيت المية ومش سخنة كان زمانها دلوقتي عملت ريم، ومنظر الشوربة ما كانش هيبقى حلو خالص. واهم حاجة ان اللحمة قبل ما تحطي البهارات او تحطي اي حاجة تسيبيها لحد اما تنزل كل المية اللي فيها تماما. كده بقى هنبدأ نعمل الرز. جبت حلة، الصينية قصدي اللي انا هعمل فيها، سوري. وبعد كده بدأت ان انا احط باقي نص كمية الرز اوزعها، او بعد كده وزعت عليها اللحمة. وطبعا الرز ده مغسول ومنقوع، بقاله ييجي حوالي نص ساعة كده عشان يزيد برضه يبقى حلو، يبقى ما تيجي تاكليه كده تلاقيه مفرفر وحلو. تمام، انا بدأت ان انا احط نص كمية الرز وحطيت عليها اللحمة، وبعد كده ضفت شوية ملح وشوية فلفل اسود. طبعا ده على حسب برضو رغبتك. انا ضفت ربع معلقة فلفل اسود ونص معلقة ملح. وبعد كده ضفت باقي الرز. وطبعا هحط بقى اللبن ده لو كامل الدسم هتبدأي ان انتي تحطي اللبن، بس هتزودي شوربة او مية. تمام، انما لو مش كامل الدسم اللي هو بقري يعني هتبدأي ان انتي تحطيه، بس ما تحطيش عليه اي مية، تمام، عشان يبقى دسم كده معاكي وحلو. وطبعا انا هنا زودت شوربة، وبدأت بقى ان انا ازود شوية ملح وشوية فلفل اسود تاني، وابدأ بقى ادخله الفرن على نار عالية كده. طبعا الفرن الغاز مفيش قطع من كده، واسيبه بقى براحته. وطبعا السمنة مش هنحطها الا لما الرز يطلع من الفرن، ونحط كده على الوش، لان السمنة لما بتدخليها مع الرز على طول بتكتم الرز. هنبدأ بقى نعمل صينية البطاطس الجميلة. هنبدأ نجيب بصلة كبيرة وقرن فلفل اخضر كده، وهنحط برضو 4 فصوص توم، نضربهم كويس في الكبة، وبعد كده نسيبهم يتشوحوا مع معلقتين سمنة وعلى النار. وبعد ما يتشوحوا كده ويتبالوا هنبدأ ننزل بالطماطم ونسيبهم بقى يتسبكوا تسبيكة على الهادي. وهنحط مرقة الدجاج طبعا عشان نزود الطعم قوي ونعززه قوي ونبين فيه الشوربة قوي. ونبدأ ان احنا نحط البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا. وطبعًا أنا حاطة توم فمش محتاجة إن أنا أحط أي حاجة تاني. كده خلاص هي اتسبكت حلو أوي، هابدأ إن أنا أنزل بالبطاطس، وبعد كده هابدأ أنزل بالشوربة بتاعتي. أنا كده خلاص كله تمام. هابدأ بقى أدخلها بسرعة الفرن مع البطاطس مع الرز علشان تستوي، الاتنين يستووا مرة واحدة. كده خلاص بعد ما طلعوا من الفرن بسم الله ما شاء الله الريحة تجنن والطعم حلو أوي ومستوية جدا وشهية أوي أوي وطعمها فظيع. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إن انتوا تجربوا عمايل الرز المعمر بالطريقة ديت وصينية البطاطس، وتجربوا الأكلة دي بسرعة أوي لأنها شهية وجميلة جدا جدا. الرز مفرفر وجميل أوي، واللحمة مستوية جدا. من أول ما اتكيت عليها كده على طول بالمعلقة اتقطعت معايا لأنها خلاص يعني طابت واستوت حلو أوي أوي. فبألف هنا وشفا، ولايك وشير بقى للفيديو لو عجبك. ولو أول مرة تتابعيني، أنا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو، وبألف هنا وشفا.